الليلة حكايته بتتكلم عن عرديب ساسو. عرديب ساسو: حجيتكم ما بجيتكم، خيرا جانا وجاكم، أكل عشان وجرى خلاكم. عرديب ساسو كان في واحد اسمه محمد عنده أخت اسمه فاطمة وعايشين في مكان بعيد. كان محمد يطلع الصباح عشان بيصطاد وبيجي الظهر، تاني برجع العصر بيصطاد وبيجي تاني اللي بالليل. لما كان بيجي بالليل كان عندهم كان يصير هو فاطمة عشان تعرف إنه ده محمد، فبيقول لها: فاطمة يا فاطمة افتح الباب لمحمد الأرباب، يعشيكي ويغديكي ويسار الليل ويخليكي. فهنا جمهم غول، والغول قام سمع الكلام ده وقال لازم ياكل واحد فيهم، يا محمد يا فاطمة. فقرروا انه ياكل فاطمة، فقام فات لي فاطمة. طبعا دي طبعا الغول صوته غليظ، ففات لي فاطمة وقال لها: فاطمة يا فاطمة افتح الباب لمحمد الأرباب، يعشيكي ويغديكي ويسار الليل ويخليكي. ففاطمة عرفت انه ده الغول، فقالت له: فوت حسك حس حمار حس محمد اخوي جرس النجار. فاخوه رجع وتاني جا راجع مرة تانية برضه نفس الحكاية، قالت له: فوت حسك حس حمار حس محمد اخوي جرس النجار. ففات الحداد قال له: هم يا حداد، يا تطرق لساني يا اكلك. الحداد قال له: خلاص بطرق لسانك لكن انت ما تاكلني. فقام طرق له لسانه، واثناء ما هو ماشي ياكل فاطمة